يا مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد احوالكم. هنعمله كده ايه، جات لنا يعني كده مشوارة كده لحد الشاطئ تحت. قلنا ننزلوا بقى النهارده، الدنيا حر. ننزلوا شويه كده بعد العصريه كده، ننزلوا الشاطئ. قلت اعمل كيكايه كده على الماشي. انا كان عندي بيض، كان عندي كل حاجه متوفره. 4 بيضات هنا اللي في البوله الصفرا دي. بياض 4 بيضات وكوبايه سكر بودره. ودول كده 3 كوبايات دقيق على نشا، وده باكو شيف كيك. وخل و4 صفار بيض وفانيليا. وكوباية الا ربع السكر التانية محطوطة على السمنة اللي شايفينها دي. انا ما عنديش دلوقتي سمن جاموسي، خلصت بصراحة، ما لقيتش غير الله البقري. أكبر الله فانا أكبر عملتها، وكان الله في أكبر بشر برتقان كده. و... وبس كده خلاص. انا اول حاجة هنبتديها ان احنا هنعمل الاول بياض البيض بالسكر. انا جيت اعمل اول مرة كده، هو لقيت المضرب، نسيت احط الفيشة. هنا انا ضربت البيض، بس طبعا هو مش كامل. لما تلاقوه كده لسه سايب من بعضه وسايح كده، ما تقوليش بقى ده البيض ابيض خلاص، هو كده المارينج بتاعنا اتعمل خلاص. لا، هو كده طبعا لسه خالص ما اتعملش. هو بيغيب شويه، معلش. ضربيه كمان شويه لحد ما تلاقيه عمل ميرينج كده، وبقى شكل الكريم شانتيه بالظبط، وبقى تقيل لدرجه انك انت لما تيجي تقلبي البوله بتاعتك ما ينزلش من البوله بتاعتك. بصي تقيل ازاي وما بينزلش، بصوا عامل ازاي، ولامع وجميل اهو، وماسك في البولة، وحلو قوي. بعد كده انا ما بضربش الاول السمنه مع السكر، بضرب البياض البيض الاول علشان على طول ادخل على السكر والسمنه. علشان بياض البيض ده ما ينفعش ان هو يكون مثلا فيه ماده دهنيه، ولو نقطه صغيره او نقطه صفار بيض او الكلام ده، لا ما ينفعش خالص، ولا ميه ولا الكلام ده. هنا خلاص السمنة بتاعتنا، بصوا فتحت ازاي وبقى لونها ابيض. طبعا مش زي السمنة الجاموسي، لكن برضو هو يعني اتكيت عليها شوية لحد ما لونها فتح وبقت بيضة. هنا هنحط بقى الصفار، بتحطيه بيضة بيضة، ما تحطوش كله مع بعضه عشان ما يخرصش منك. لازم ايه يعني، بيضة بيضة كده. تختفي البيضة، حطي التانية لحد ما تخلصي الكمية بتاعتك. انا حطيت هنا خل. انا حطيت في الاول اللي الدقيق ما بحطهوش مره واحده، بحطه على 3 مرات. حطيت مره كده، وبعدين بتعملي بقى المضرب، بتجيبيه على السرعه البطيئه اللي هي نمره 1، عشان هو المفروض ما بيتضربش بمضرب عشان ما يكتمش معاكي. بس انتي بتجيبيه على نمره 1، يعني بتخلطيه كده بدقيق على خفيف خفيف كده. تحطيه على 3 مرات الدقيق، واللبن برضو على 3 مرات. هنا اخر حاجة انا حطيتها حبة الدقيق الاخرانيين. طبعا ال3 كوبايات دي زي ما انتوا عارفين، انا ببقى 2.5 دقيق، والنص التاني بيبقى نشا. وحطيت ظرف شيف كيك وفانيليا. هنا اخر حبة لبن اهو. اللبن والدقيق بتعملون بالتدريج كده مع بعض. يلا ضربة خفيفة كده كمان على نمرة 1 خلاص، لحد ما نخلص لحد ما يختلطوا كويس. انا حطيت هنا بشر برتقان. برتقان بصراحة طول الشتاء موجود عندنا. انا بحوش القشرة دي وبحطها في الفريزر يعني واستخدمها. هنا خلاص احنا خلصنا. انا نقلت طبعا في بولة تانية علشان اعرف اقلبها. وهناخد برضو بياض البيض ده، مش هنحطه مع بعض برضو كله، لا. احنا برضو على 3 مرات. ادي اول مرة اهي، وتقلبي كده، تقلبي من فوق لتحت. هنا في بولة، هنا جبت البولة الفورمة دي، وهقلبها. وعلى قد ما تقدري وطي ايديكي وانتي بتصبي العجينة، علشان ما تهبطش منك. ما ترفعهاش لفوق وتنزليها كده، لا، عشان ما تهبطش منك. ده مقدار صغير جدا، يعني 4 بيضات حلوين قوي، ومع ذلك تطلع عالية وجميلة ومنفوشة، وبتبقى كتيرة يعني. بتأدي كتير، مش عشان هي صغيرة يعني، لا طبعا. انا بشغل الفرن قبليها كده بربع ساعة
على اول درجه، على اول شبكه كده، اول درجه بتحطيها، وبعد كده بتروحي جايه موطيه على النار، ما ترفعهاش بقى ولا فوق ولا تحت، لا سيبيها زي ما هي، بس وطي عليها وسيبها تستوي بقى على نار هاديه. زي ما حضراتكم شايفين هي بصراحه لسه سخنه جدا. يا رب تكون فيديو النهارده عجبكم، واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت تشتركوا في القناه وتشرفوني. وان شاء الله لنا بقى فيديوهات كتيرة قوي مع بعض هنطبقها مع بعض. هي طبعا لسه سخنة بصراحة، وانا بصور بايد والايد التانية بقطع بيها، فمش مالكة قوي ان انا يعني اقطعها واطلعها سليمة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.